من فترة كنت عامل وصفة السمك المقرمش، والأستاذة نيفين طلبت مني الطريقة. أنا ما أقدرش أتأخر، والله أنا خايف اللي بالي بالكم يجي يقول لي السمك مش بيقرمش وزفر. طب اللي عارف أنا بقصد مين يكتب في الكومنتات. حط اللايك بتاعك وتعالى نبدأ القصة. البداية كلها بتنظيف سمك البسارية. سمك البسارية من أضعف أنواع السمك. هنمسك دماغ السمكة بالطريقة دي وهنمسك الجسم بإيدينا. مجرد ما هنتك عليها هتطلع الدماغ والمصارين معاها. وطبعا عشان خاطر انضف كيلو هتاخد معايا وقت كبير جدا. في ناس كتير ما بتحبش تنضف سمكة البسارية وبتاكلها براسها كده زي ما هي. انا عامه باكلها بالراس بتاعتها زي ما هي. سمكه البسارية دي نضفتها، بصوا عاملين ازاي من جوه زي القشطه. السمكه دي مفيده جدا يا جماعه، اهتموا بيها جدا. هي بتكون موجوده اكتر في شهر 12 وشهر 1، مليانه اوميجا 3 وفوسفور حاجه كده مش عايز اقول لكم. واي حد محتاج وصفه معينه يكتب لي في الكومنتات وهعمل له الوصفه بتاعته وهطلع اسمه معايا في الفيديو الجاي ان شاء الله. انا هنا معايا كيلو من البسارية نضفته كويس جدا لحد الميه ما بتكون شفافه. يلا بقى نعمله تتبيله سمك بسيطه جدا. هستخدم هنا معلقه من الملح، ومقادير التوابل اللي انا بقولها دي لكيلو من السمك. وهنزل كمان عليها بحوالي نص معلقه من البابريكا، وكمان نص معلقه من الكزبره الناشفه، وكمان عليها نص معلقه من الكمون. السمك حبيب الكمون. كمان عليها بحوالي ربع معلقه من الشطه عشان تطعم معانا السمك. والسمك ما يحلاش من غير التوم. نزلت عليها بحوالي نص معلقه كبيره من التوم المهروس، وهنزل كمان عليها بالليمون. ما دام حطينا كمون يبقى ننزل بالليمون. هديله تقريبه على السريع وبالراحه عشان خاطر سمك البسارية من الاسماك الضعيفه. السمك ده ما بيحتاجش وقت للتتبيل. انا تبلته وهبتدي اقلي على طول. دي كوبايتين من الدقيق عليهم معلقه من النشا، ونفس التوابل اللي انا نزلت بيها في تتبيله السمك انا نزلت بيها هنا في الدقيق. وزودت عليهم ربع معلقه صغيره من الكركم. حاولي وانت بتحطي سمك البسارية في الدقيق ما تحطيش كميه كبيره عشان ما يعجنش منك. حطي شويه صغيرين بشويه صغيرين وابتدي قلبيهم. ممكن تعمليهم كده بالطريقه اللي انا بعملها دي، وممكن تحطي كميه وتحطي فيهم دقيق وتقلبي بسرعه. بعد ما تخلصي التقليب هاتي اي مصفى عندك وابتدي انخلي السمك اللي موجود عندك. نزلي كل كميه الدقيق الزياده. انا في المعتاد لما باجي اعمل السمك بالطريقه دي بحط كميه اكبر من كده، بس انا حطيت الكميه دي عشان خاطر اوضح لكم الصوره بس بالظبط ماشيه ازاي. في الوقت ده انا سخنت الزيت كويس جدا، وبعد ما نفضت كل السمك من الدقيق بنزل بيه في الزيت. شايفين المنظر عامل ازاي؟ طالع زي الذهب. وبتحسي بقرمشه السمك معاكي وانت بتطلعيه. ما بياخدش على النار اكتر من دقيقتين او 3 دقايق بالكتير. تعالوا بقى نجيب العيش الجميل السخن الطازه انا احب احترم السمك قوي. ولازم اجيب له الجرجير واقطع له طماطمايه وكم فلفلايه مقليه كده. السمك ده يا جماعه اكله جميله جدا. دي اسمها اكله النقنقه. حاجه كده قرمشه كده سناكس كده جنب السمك. يا رب يا استاذه نيفين تكون الوصفه كده عجبتك. وادي السمك الجميل اللي حضرتك طلبتيه، وادي القرمشه الجميله. بتتعمل بوش المعلقه مش بظهر المعلقه. عشان في حد كده من صاصد محلات السمك بقاله فتره وكل شويه يقول لك السمك مش بيخرفش وبيخرفش وبيعمل الموضوع ده بظهر المعلقه. الموضوع ده مزعلني جدا بصراحه. هو ما يعرفش ان سبب الموضوع ده وكلمه بسيطه من اللي بيقولها في الفيديو ممكن يوقف حال محل ويسرح كتير من العمال. ربنا يرزقهم يا رب ويوسع عليهم رزقهم. انا اسف ان انا خرجت بره نطاق الفيديو، بس دي اول مره اخرج فيها واتكلم في حاجه ما تخصش الفيديو. تعالوا بقى نرجع تاني كده للسمك المقرمش الجميل بتاعنا. وانا بحب اعمل السندوتشات الجميله في العيش الطازه. بحب جدا اعمل سندوتش السمك زي ما انتم شايفين كده. احط الجرجير وانزل عليه بالسمك وواحدتين من الطماطم وقرن فلفل ويكون حامي جدا. بس انا نسيت حاجه مهمه جدا مش موجوده ولازم تكون موجوده جنب السمك، بس للاسف انا ما لقيتهاش موجوده عندي في البيت. يا ترى حد خد باله ايه هي؟ وبكده انا خلصنا وصفه النهارده. ارجو انها تكون عجبتكم، وما تنسونيش في اللايك لان انتم مقصرين معايا جدا في اللايكات. متشكرين جدا ليكم. سلام عليكم.